السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ساعات قليلة من تهديد للمملكة العربية السعودية وتطاول على قيادتها وشعب، ترددت أصداء تصريحات أبو رغال عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي استنكرت تساؤلات حول عدم دعم الخليج للبنان في أزمته الاقتصادية، رغم أنه أحد المسببين لها، ولم يكف عن مهاجمة الخليج في خطاباته. حيث شن مغردون عرب هجوما مزدوجا وممزوجا بالسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أبو رغال بعد حديثه عن تقديم الخليج مساعدات إلى مصر وعدم دعم لبنان، رغم أنه لا يكف عن مهاجمة الخليج في خطاباته. حيث قال أبو رغال في الفيديو المنتشر والمتداول: هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ وهل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ وهل لبنان أهم من الخليج من مصر؟ هذا اعتبر المغردون تطاول جديد على السعودية ودول الخليج. وفي المقطع لقي رواجا كبيرا وسخرية واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن طلب أبو رغال يعد وقاحة لا مثيل لها. فمن نفس الكرسي الذي أعلن مرارا وتكرارا تبعيته مرشد طهران يطلب المساعدة من دول الخليج التي يهاجمها ويقف ضدها طوال الوقت. حيث قال المغرد شاو: رغم هجوم الدائم على دول الخليج ولاة النظام الطهراني، أبو رغال يطلب الدعم المالي من دول الخليج ويقول: شو بينقذ دول الخليج؟ أنه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار. بفيديو سابق يعترف أنه يتلقى كل الدعم من طهران، فلماذا لا يطلب منهم اليوم أن يرسلوا له الدعم؟ في فيديو سابق يعترف بأنه يتلقى كل الدعم من طهران. أما المغارد علي فرحان فقال: أبو رغال، لماذا لا تدعمنا دول الخليج؟ ولماذا لا تستنهض دولة عربية على حافة الانهيار؟ يقصد لبنان، يعني هم حقه الرجال. هذا الخراب اللي حل بلبنان على يد الجماعات المسلحة، إيش ما ترجع دول الخليج تساعد الجماعات المسلحة حتى تخلص من الخراب خلفته الجماعات المسلحة. وجاءت في تغريدة عبد الله بندر أن أبو رغال ما بين الأمس واليوم قبل سنوات كان يتفاخر بدعم طهران والآن يتباكى ويتسول المساعدات الخليج. حيث كان أبو رغال يتحدث خلال احتفال بذكرى افتتاح مركز بحثي مخاطبا حاضرين داعيهم إلى مراقبة الأوضاع في مصر، وقال: أدعوكم لمراقبة الوضع الاقتصادي في مصر، الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع تل أبيب، فهل لبنان أهم لأمريكا منها؟ ولكن صقور سلمان الحزم كان لهم الرد السريع على تصريحات أبو رغال تجاه السعودية والخليج. حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية اختتام مناورات تمرين عسكرية بين قواتها الجوية وسلاح الجو الأمريكي بهدف تعزيز القدرات القتالية في الشرق الأوسط. أوضحت وزارة الدفاع السعودية عبر حسابها في تويتر أن المناورات أجرت في قاعدة الملك فهد الجوي بالقطاع الغربي، وتستهدف إلى اكتساب الخبرات وتعزيز القدرات القتالية. وكانت مناورات التمرين الثنائي بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح الجو الأمريكي البريطاني اختتمت في الأول من يناير الجاري بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي. وهدف التمرين حينها رفع قدرات تكتيكية ومنظمات طائرات تايفون في العمليات القتالية وتبادل الخبرات العسكرية بمجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية. وتقول وزارة الدفاع السعودية أن مشترك القوات الجوية السعودية في تمارين مع الجانب الأمريكي تأتي ضمن الخطة التدريبية المعدة مسبقا لرفع الجاهزية القتالية والتدريب في بيئة جوية مختلفة، وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد والقتال. كما تأتي هذه التمرينات في إطار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة الذي يمثل الجانب العسكري جزءا أساسيا فيه، حيث يجري البلدان عديدا من التمرينات المشتركة. ويبدو أن السعودية بدأت تتوخى الحذر من تهديدات أبو رغال بهذه التدريبات العسكرية. حيث فجرت تصريحات أبو رغال في مصر وأثارت حفيظة القاهرة التي سرعان ما ردت على لسان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وصفت التصريحات بأنها عبثية محاولة استدعاء بطولات زائفة. ولم تعد ادعاءات محور المقاولة والممانعة تنطلي على المتابعين، حيث باتت مكشوفة والشعارات الرنانة لا تلفت انتباه الناس
وسط الأوضاع الكارثية التي تمر بها البلاد. وذكرت ناشطة: أبو رغال باع القضية من زمان، وأكملها بالنصر الكبير، التنازل عن 1430 كيلومتر من ثروة لبنان، وأكمل مسرحية لأصحاب العقول الفارغة، فهو يهدد تل أبيب بقطع اليد التي ستمتد إلى نفط لبنان وغاز البحر، وتل أبيب ترد عليه بنفس التمثيلية، ستدفع له الملايين الحراسة حتى لا يتقدم أبو فالس نحوهم. وأكد الكثيرون أن أبو رغال هو أحد المسببين الرئيسيين لأزمة لبنان وما يعانيه الشعب، فقد تجاوز الدولار في لبنان 50,000 ليرة لبنانية، وبات القسم الأكبر من اللبنانيين تحت خط الفقر. ودائما وجاء تعليق المغرد بدر: هذا هو أبو رغال، أكبر شحات في العالم، دمر وطنه ووصل أبناء شعبه لمرحلة صعبة، والتاريخ شاهد دائما لكل من يتعاون ويتحالف مع طهران أن هذا هو مصيره. وأفادت مغاردة بحرينية: الترجمة الحقيقية لكلام المدعو أبو رغال: ممكن تمولونه، حق نكمل مشوار تمويل وتدريب العصابات التخريبية والمعسكرات التي تستهدف أمن دول الخليج العربي، وتحديدا مملكة البحرين وما تم فيها من تفجيرات. أبو رغال سمع التعليق خارجية مفادة، شفت أحد طز عينه بيده ورأى معلق السعود الحارثي وقال: هو زعيم الضياع والدمار والشتات والفقر، وهو من سمح لطهران أن تتحكم بطنه حتى أوصلتهم للمرحلة هذه. وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن أبو رغال يعاني من نقص في التمويل بسبب الاحتجاجات المستمرة في طهران، هذا لا يستطيع الحزب استخدام بضائع تموينية طهرانية لمنتسبيه. وكان أبو رغال قد خصص بطاقة سجاد لعائلات عناصره وذويهم حصرا، ووزع عليهم عام 2021 كجزء من مخصصات اجتماعية يوفر الحزب البيع التي يتمتع فيها بنفوذ سياسي تسمح لحملها بشراء مواد غذائية بأسعار أقل من 60% تقريبا عما هو معروض في السوق اللبنانية.